السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. بنزعل قوي لما نعرف إن في حد من اللي حوالينا أدمن الهيروين. بندعي له ربنا يشفيه، وندعي لأهله ربنا يقويهم، وفي نفس الوقت بنخاف على أولادنا وندعي إن ربنا يكفيهم شر الإدمان وأصحاب السوء. لكن الحقيقة إن معظم بيوتنا فيها حالات إدمان ما تقلش في الخطورة عن إدمان الهيروين، لكن للأسف إحنا مش مدركين مدى خطورته. والإدمان اللي أنا بقصده هو إدمان النت. حد هيقول لي لا أنت بتبالغي في الكلام، مش للدرجة دي، إيه جاب مخاطر الهيروين للنت؟ لكن الحقيقة ده مش كلامي أنا، ده كلام مراكز بحثية معتبرة بعد الأبحاث والدراسة، وشافت حالات وجدوا إن الإنسان نتيجة القعاد على النت لساعات طويلة بيكون عرضة لأمراض جسمانية ونفسية خطيرة. هتقول لي والله أنا أولادي بيقعدوا على النت في الأجازة، بيتفرجوا على فيديوهات، بيكلموا أصحابهم، بيتسلوا بدل ما يتعاركوا مع بعض وبدل ما يخرجوا وما ناش عارفة راحوا فين. الأم متصورة إن دي حاجة آمنة، هم قاعدين جنبها مطمنة عليهم. لكن في الحقيقة القعدة لساعات طويلة أولا هتلاقي رقبتهم بتوجعهم وظهرهم طبعا قاعدين نفس الوضع ما بيتغيروش عنه. بتلاقي في جفاف في العين. الإنسان بعد مدة الطفل أو الشاب بيكون خلاص انعزل عن الأسرة، ما بقاش اجتماعي، بقى هو كل همه أمسك الموبايل من ساعة ما اصحى لحد ما انام. الأم متخيلة إن ده فترة الأجازة بس، تبدأ الدراسة نشوف المصايب كلها. الولد خلاص كان قاعد مبسوط على الموبايل، إيه بقى هيخليه يمسك الكتاب؟ كمان لأنه قاعد بيستوعب، بياخد، ما بيتفاعلش مع الموبايل وهو قاعد، مش بيتكلم، فبالتالي هو ما بيقعدش مع المدرس يعرف يتفاعل معاه، ما بيبقاش عنده قدرة على التركيز، ووقت التركيز بالنسبة للطفل بيقل أو للشاب. تخيلوا إن أوروبا من كتر خطورة الإدمان على الإنترنت أصبح فيه مراكز لعلاج مدمني النت، زي مراكز علاج الإدمان المخدرات بالظبط، وانتشرت جدا في أوروبا وآسيا. لكن للأسف احنا في بلادنا مفيش مراكز بحثية بتهتم. كل أم متخيلة ان دي مشكلة فردية في بيتها بس، فكل واحد قاعد بيعاني لوحده. الحقيقة ان احنا لازم نتصدى للمشكلة دي، ودي مشكلة مش خاصة بيكي ولا بيا، دي بقت ظاهرة في المجتمع كله. وللأسف بنلاقي بعض الأمهات ربات البيوت بيبقى نتيجة انها ما بتشتغلش، عندها وقت فاضي كتير، زوجها مسافر او مشغول عنها، بتقعد على النت لفترات طويلة، بتبدأ تهمل بيتها، تهمل أولادها، بتهمل نفسها، وبتكون في حالة نفسية سيئة جدا. الحقيقة الموضوع ده موضوع يستحق ان احنا نهتم بيه ونتكلم مع بعض اكتر من حلقة. بس انا النهاردة حبيت ادق جرس الخطر. يا جماعة ننتبه ونحاول نشوف مع بعض هنعمل ايه في كارثة الادمان. اظن كلنا ملاحظين اول ما النور يقطع او النت يخلص الولاد يبدأوا عصبيين جدا وعاوز بسرعة النت يرجع تاني. الموضوع خطير جدا، لان ابني لما يقعد سنين على الموبايل طبعا هيهمل دراسته، بعد كده هيبقى انسان متواكل، مش هيعرف يمارس عمله، مش هيكون رب أسرة كما يجب ان يكون. الحقيقة دي كارثة بتهدد الجيل القادم. في دول كتير انتبهت ليه، واحنا كمان لازم ننتبه ليه، لان اولادنا هم اغلى ما نملك، اولادنا هم كنزنا الحقيقي. يا رب تكونوا عملتوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوف لو لكم اي تعليقات او استفسارات انا يشرفني انكم تعلقولي وهرد عليكم. وان شاء الله هيكون لينا حلقات تانية نتكلم، لان الموضوع يستحق الاهتمام. والى ان نلتقي في حلقة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.